بسم الله الرحمن الرحيم. متتبعي الكرام، مساء الله عليكم ومرحبا بكم في قناة زكريا الصافي للاستشارة وحلول. مبروك عيدكم، تعيدوا وتعاودوا بالصحة والسلامة وجميع الأماني والمتمنيات. متتبعي الكرام، هذه الحلقة إن شاء الله خصصها واحد الموضوع اللي هو موضوع شائك متجذر في العائلات المغربية، وهذا الموضوع هو ديال الإرث اللي فرق الحباب وخلى الخوت عديان على حسباب متر أو كميشة ديال الزرع أو 4 حبات الزيتون. هذا الإرث اللي ضرب في العمق ديال الأسرة المغربية وطمس بعد الأعراف القيم، وكذلك طمس العقيدة ديالنا. ما بقاش الانسان تيشوف لوجه الله، بقى عنده هدف واحد هو يموت ويخلي لولادو. ولكن سيدنا عمر قبل ما يموت فاش سولوه الصحابه قالوا ماذا تركت لابنائك يا عمر؟ قال لهم تركت لهم الله. ولكن الخاطر في الامر هما الدراري ديال دابا محال واش يقولوا الله يرحم القبر وما خلى، باش بلا ما تضيع الطاقه وتخسر الحباب وتخسر العائله وتخسر خواتاتك والخاوه حد هاد الدنيا. المهم انا ما جيتش هنا باش نفتي عليكم، انا واحد منكم واللي ضركم ضرني، ولكن بحكم تجربتي المهنيه واحتكاكي المباشر مع مجموعه من المشاكل والقضايا بغيت نناقش معكم او نشارك معكم هذه المعلومه للتحذير او للاشعار باش تعرفوا راسكم فين تحطوا رجليكم. راه ما لله لله وما لقيصر لقيصر، الوسع رحل الله، فلهذا لكل حق ذي حقه. ما يكبش الانسان كرشو على شي حاجه ماشي ديالو، وما بني على باطل فهو باطل. مستمعي الكرام، مباشره ندخلوا صلب الموضوع. بفضل هذا القانون مستقبلا ان شاء الله ما غيبقاش هذا المشكل ديال الورث. تلقى واحد طايح على عائله اما بالصحه ديالو، اما بفلوسه، اما بكثره الاولاد ديالو، او بالتميكروبيت ديالو، او بالتهرقاويت ديالو، بناء على الظاهر الشريف 1/11/177 اللي صدر في 12 غشت 1913 اللي تم التعديل ديالو والاتمام ديالو بموجب واحد القانون رقم 1407 اللي صدر 22 نوفمبر 2011، وكذلك القانون 57/12 اللي تهدف الى توسيع وتسريع وتيره التحفيظ. متتبعي الكرام، ما هي المناطق المستهدفه اللي غيتم التحفيظ فيها؟ كما تعلمون علم اليقين بان هاد المسطره ديال التحفيظ ما شملاتش المغرب كامل، ولكن شملات بعض مناطق واقصاء مناطق اخرى. علاش؟ لان كاين مناطق في المغرب اللي عندهم اراضي شاسعه كبيره وعندها رسم عقاري اللي مطهرها، ولكن المناطق اللي استهدفها القانون الجديد هي مناطق اللي عندها واحد الاراضي صغيره بسبب ضعف المساحه ديالها، خلقات مشاكل في المحكمه حيث ما عندها اوراق، ما عندهاش حتى شي وثيقه تثبت الوراثه باش يدعاو عليها او باش يقسموها. تتاخذ واحد الاجراءات وواحد المساطر وتتاخذ سنوات من التقاضي امام المحاكم. بفضل القانون 1407 وتي يحفظ لجميع المواطنين التحفيظ الجماعي المجاني. على هذا الاساس تنوصي لعائلات المغرب، الامهات ديالنا، المراه اللي تزوجات ومشات سكنات في المدينه وخلات الورد باها في عروبيه تتصرف فيه خوان خرباق، نوضي ضربي الفقد في راسك، نوضي خذي حقك. وخاصه العيالات اللي عاطين الحصص ديالهم الورد ديالهم واحد خوهم الخرباق. والخرباق هنا كاين منه 3 ديال الانواع.
كاين الخربق الاول اللي تيقولوا الخواتاتو في العروبيه، تيقول هو مستغل هما عايشين في المدينه، تيقول لهم نتوما ما تتورثوش وما عندكمش الحق في هذا الشيء هذا، هادو في الاراضي السلاليه. كاين الخربق الثاني اللي تيكون تياكل ويشرب في ديك الورث، فاش تبغي شي وحده او شي واحد ياخذ حقه تيقول له انا ما ندير معاك حتى شي حاجه، تتجمع لي الوراثه عاد نقسمو. كاين الخربق الثالث اللي تيكون الوراثه بمحض الاراده ديالهم تيكونوا قاسمين حبيا او تيكونوا مسلمينو على اساس تيجيبوا الحصه ديالهم من غلول. اش كيدير هو؟ تيمشي تيدير لها الوريقات. هاد ثلاثه الخربقه تنقول لهم انا الله ينزل عليكم النعله، ولكن الا بغينا نحفظوا هاد المتروك اللي ترك الهالك، شنو الوثائق اللي غندليو بها او غنعتمدوا عليها؟ متتبعي الكرام، هنا ما كاين لا وثائق لا والو. كاين اللي عنده عقود رسميه اي تيتري باه شراها تيتر ومات وخلى الورقات ديال ديك الارض. كاين اللي عنده رسم الملكيه تيكون باه كان شرا الارض بالكلمه، يعني فاش كانوا الرجال تيبيعوا ويشريو، وهذاك السيد اللي باع له توفى، جا هو دار واحد لافيف عدلي ديال 12 شاهد بان هو اللي كان تيتصرف فيها، حتى هو مات وخلى لولادو ديك اللافيف عدلي. وكاين عقود عرفيه اللي مكتوبه عند كاتب عمومي ايام زمان قبل ما يصدر القانون، وكاين حضور الورثه. اللي بغينا نستنتجوا من هذا الكلام بان الناس اللي عندهم هاد الوراق اللي ذكرنا غيحفظوا، والناس اللي ما عندهم حتى شي وثيقه مات باهم وخلى لهم هي البلاد بلا اوراق، خصهم يمشيو عند السيد المحافظ الاملاك العقاريه او التقنيين ديالو، داك المسح الطوبوغراف اللي تيحدد او تيعبر الارض. فاش مشيو لعين المكان واخا ما تحضروش كاملين، واذا لقيتو خوكم الخرباق في الارض ما تعرضوش تقولوا بان حنا غنمشيو للمحكمه، حنا هاد خونا راه دايننا، هذاك راه ماشي رئيس المحكمه. خصك تعطيه البطائق التعريفيه ديال الورثه سواء الحاضرين او الغايبين، وتقول له الله يخليك سيدي حفظها في سميت ورثه فلان الفلاني. علاش؟ لان الا داز ديك التحفيظ الجماعي المجاني راه الارض غتبقى هكاك، وكاين واحد النوع ديال الخربقه ديال الخوت تيبغيو الخدمه في الورثه. بحالاش؟ ملي تيشوفوا هاد التحفيظ المجاني الجماعي تيبغيو يخليو البلاد هكاك موعره، ما عندها اوراق صحاح، ما عندها ورثه صحاح، باش الا بغيتو نتوما تقسموا او تدخلوا للمحكمه او تجيبوا شي اثبات للمحكمه تيصعب عليكم الامر. اش كتقول؟ انا ما نقدش هاد الاجراءات، وهادشي ما تنفهمش فيه، وهادشي خصو الفلوس خصو الجهد. اش كدير؟ تترجع للور، تتسلمها له بواحد الطريقه غير مباشره، داكشي تيقلب عليه. فلهذا فاش تمشيو لعين المكان قولوا له الله يخليك السيد الطوبوغراف او السيد المحافظ، هادو هما الورثه ديال فلان الفلاني، او اعطيه نسخه مع عقد الاراثه يحفظها لكم في سميه الورثه. ديك الساعات حتى الا بغيتو تدخلوا للمحكمه غتمشيو عند السيد المحافظ ويعطيكم الرسم ديالها وتدخلوا للمحكمه، والقاضي ديك الساعات غيسهل عليه والخبير غيسهل عليه، والدعوه ما غتعداش واحد العام او عامين باستئناف. خير ما تبقى انت في المجهول، انت والورث اللي خلى باك ما تعرف راسك من رجليك، وتطبق لك ديك المثل ما ديالي بقى ما وجهي تنقى. متابعي الكرام، شنو هو الهدف من التحفيظ؟ وليش غيصلح؟ وشكون هو المستفيد الاول من التحفيظ؟ التحفيظ اللي جات به الدوله هو تحفيظ جماعي مجاني، وفيه 4 الاهداف. اولا تامين وحمايه العقارات. بحالاش؟ ما غتبقاش البلاد بلا مماليها كي تنقولوا، ما غتبقاش بلاد بلا اوراق. وهذا التحفيظ هذا
غيحد من النزاعات العائليه والقبليه، او تيجي الانسان تيترامك على البلاد ديالك بدون موجب شرع. ملي تبغي تهضر على حقك ما عندكش اثبات باش تمشي معاه للمحكمه او باش تهود معاه عند القايد باش يفك معاك هذا النزاع الودي الحبي. ثانيا تبسيط الاجراءات والمجانيه. هنا المحافظه العقاريه غتسهل معاك في جميع الوثائق الاثبات. اي وثيقه جبتيها للمحافظ غيشدها من عندك، ما غيعكسلكش، ما غيقولكش جيب لي العدول او جيب لي النوطير او جيب لي لفيف عدلي او جيب لي كذا وكذا. اضافه الى المجانيه، اي اجراء خدته معك المحافظه غيكون مجاني، والتحفيظ شحال ما كان ما عندك مقدار غتحفظ مجانيا بدون مقابل. ثالثا التسهيل الاستثمار والتمويل. هنا هذا التحفيظ فتح الباب كبير للفلاح الصغير، ما غيبقاش هنا الفلاح تيعتمد على الفلاحه المعيشيه، اي تيفلح لما يكون هو وليداته، غيبقى يصدر ويربط علاقات مع تعاونيات ومع شركات، وكذلك غيحصل على قروض بنكيه من اجل التمويل والتسهيل كافه المعاملات التجاريه. طبعا تثمين العقارات، هنا اي ارض سواء كانت في كديه او في شي جبل غترفع من القيمه السوقيه ديالها وغتحصل على وثائق رسميه معترف بها. ما غتبقاش بان ارض منسيه حيت مساحه ديالها صغيره، واخا يكون عندك غير خدامه الارض او جوج خدامه راه عندها القيمه. متابعي الكرام، خصكم تعرفوا بان اي مبادره خرجت بها الدوله او خرج بها القانون الا وان عنده تحديات ومشاكل، وعلى هذا الاساس هذا التحفيظ عنده 5 المشاكل. اولا النزاعات العقاريه، يعني واخا الانسان تيبغي يحفظ او تيبغي يسوي الوضعيه القانونيه ديال البلاد الا انه تلقى مشاكل وصعوبه بالغه مع الورثه. اولا النزاعات العقاريه تيكون كثرت المشاكل والدعاوي على الورث، تتلقى اما مع الورثه او مع الملاك الجوار حول الحدود. لا انت عندك هنا، انا عندي هنا، لا انت عندك الشجره، انا عندي حدا الشعبه. يعني هذا المشكل هو اللي تساهم في هذا التحفيظ وتتبع الاجراءات ديالو، اضافه الى ديك التعرض الانتقامي. تيكون الانسان الهدف ديالو هو يخربق ويعرقل سير العمل ديال المسح الطوبوغراف، وفي نفس الوقت يعكسها على الورثه باش يبقى داك الشيء مخربق ويرجع يستافد منه هو الاول لانه هو اللي ساكن في المنطقه. ثانيا الملكيه المشاعه، هنا الورثه تصعب عليهم باش يعرفوا الانصبه ديالهم وما تعرفوش راسهم فين جاو، هما وارثين في الشياع، وهذا الملك هذا غير محفظ غير مسجل غير مقصد. هنا تتصعب عمليه التحفيظ الجماعي. رابعا كاين مشاكل الاشهار، بعض الورثه تيكونوا ساكنين في المدينه وبعض الورثه تيكونوا خارجين التراب الوطني، على هذا الاساس ما تيتشعروش وما تيتخبروش وما تيتمش التبليغ ديالهم بشكل فعال كما هو منصوص عليه قانونا. رابعا كاين نزاعات حول اشغال المسح، تيجيو شي خرباقه بالليل وتيطمسوا معالم الحدود اللي حددها المسح الطوبوغراف، اما تيزولوا ديك الحجر واما تيزيدوا في الحدود بالحرث او بالحصاد او بشي طريقه انتقاميه باش يتلفوا التحديد الجغرافي ديال الارض باش ما تحفظش. خامسا قله الوثائق الثبوتيه، هنا الورثه ما عندهمش واحد السند قانوني، ما عندهمش شي وثائق اللي هي صحيحه اللي غتثبت التحفيظ ديالهم وتثبت الملكيه والتصرف ديالهم. اش كيديروا؟
معظمهم اللي وارثين، وخاصه ديك الخرباقه اللي تيكونوا مستغلين الارض او خواتاتهم دايرين فيهم الخير مسكينهم تما وسامحين لهم في حقهم على اساس باش ياكلوا ويوكلوا. اش كيديروا؟ تيستغلوا غياب ديال الورثه وديك الثقه الزائده وتيديروا واحد اللفيف عدلي ديال 12 شهر تيقولوا فيه بان فلان فلاني 12 عام هو تيفلح او تيقوم باداره وتسيير هذه الممتلكات ديال فلان الفلاني المتوفى، وعلى اساسها تدخل المحافظه. ولكن هذا هو بيت القصيم. لاله الميمه الحاجه سيري للقياده ديالك عند القايد او سيري الجماعه وسولي واش البلاد ديالكم او الجماعه ديالكم تشملها التحفيظ الجماعي المجاني. واذا قالوا لك سيري عند السيد المحافظ وحطي التعرض ديالك، وهذا التعرض راه مفتوح باش اللي عندها شي خوها خرباق تيستغل البلاد وما تعطيهمش ودي داك الشيء صحه بادره، وقول السيد الطوبوغراف او السيد المحافظ يحفظ ديك الارض او ديك الممتلكات كامله في سميت ورثه فلان الفلاني، لان راه ما غتخسري حتى شي حاجه باش ما يدوخكش شي واحد ويكبر لك المشكل ويقول لك حقا هادشي راه فيه اجراءات وطلع وهبط وكذا. راه شوف ما يخوفوكمش، مسطره بسيطه ومجانيه وفيها مجموعه من التسهيلات، لان القانون بغى يسول وضعيه الاراضي باش يخفف العبء على المحاكم، لان الارض تلقاها ساويه مليون او 2 مليون شي قطار ديال البلاد، ولكن ماليها مصير عليها 4 المليون وجالسين في المحكمه 12 عام. لهذا ارتأت الدوله بهذا القانون ديالها اللي وضعاته باش ما يبقاش هاد المشاكل تخلي قضاة المحكمه ديالنا يبتوا في قضايا جديه واساسيه وعندها منفعه للصالح العام. ما يبقاش القاضي مشغول في واحد الارث اللي هو كله لبعتيه ما يجيبلكش 5 المليون، مخربق المحكمه ومعذب الخبير ومعذب المفوض ومعذب الرئيس ومعذب النيابه العامه على 5 المليون يقسموها 12 ديال الورثه. وسبعي الكرام، هذا هو الهدف الاسمى والهدف الامثل علاش الدوله بغات تحفظ الناس بالمجان باش تفرغ المشاكل الاجتماعيه الاخرى. وهذا الورث ما يبقاش عندنا كابوس في المغرب، لان راه كاين شي فئه تتحلم بالورث، وكاين شي فئه ما تديهاش النعاس بالشمسه ديال الورث، وكاين شي فئه دات الغدايد ديالها في القبر. وباقي الورثه اللي مازال بالحياه اللي خداو الكيه في قلبهم ديال والديهم اللي ماتوا وما استفدوش او ما خداوش حقهم من الورث بسبب خوهم او بسبب المدعى عليهم اللي المحكمه خدات واحد السنوات طويله من التقاضي. متابعي الكرام، نتمنى من الله الفكره تكون وصلتكم، ونتمنى من الله هاد الخرباقه يغيروا من العقليه ديالهم ويعرفوا بان راه الورث حل الله كيحلل البيع كيحلل الزواج. الى هنا دمتم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.